من أمام السياج عند الحدود مع الجولان. إذا نذكر هذه الصور وصلتنا منذ قليل عن المواجهات الحاصلة ما بين القوات الإسرائيلية والشبان المحاولين لاقتحام الجولان المحتل. إذا هذه الهضبة التي شاهدناها هي من على الجانب السوري، هضبة الجولان من الجانب السوري. زياد، إذا نحن نتابع معك سويا. كنت تتحدث عن الحشد الإسرائيلي والاستعدادات العسكرية الإسرائيلية وإعلان كل نقاط الحدود الإسرائيلية على أنها مناطق عسكرية. نحن نشاهد مع بعض هذه الصور وحشد القوات العسكرية الإسرائيلية وتصديها لمحاولات اقتحام حدودها. إذا حدث غير مسبوق. فيما يتعلق الآن بالدعوة التي وجهت عبر الإنترنت، زياد، يبدو أنها كانت قوبلت باستخفاف في البداية، ولكنها اليوم فعلا أظهرت أو أماطت اللثام عن حدث استثنائي وغير مسبوق يا زياد. بدون شك هذا حدث دراماتيكي إقليميا، بمعنى إسرائيل عمليا جابهت هذه الدعوة عبر الفيسبوك وعبر الانترنت من خلال التأثير على أصحاب أو على مالكي الفيسبوك. أنت تعرف بأن الفيسبوك أغلق هذا الموقع الذي يدعو إلى انتفاضة ثالثة، وبالتالي على ما يبدو أن الرسالة قد مرت، بمعنى هذا الأمر لم يحد من التجاوب مع هذه الدعوات إلى انتفاضة ثالثة وإلى الزحف تجاه فلسطين. وبالتالي ما يحدث الآن هو ترجمة فعلية لنجاح هذا الأمر. بدون شك بأن إسرائيل ربما كانت تتوقع الاقتراب من حدودها، ولكن أعتقد بأنها فوجئت بجرأة من جاءوا اليوم تحديدا من القنيطرة، بمعنى هي لم تكن ربما تتوقع إلا أن يصلوا إلى المنطقة، إلى الشريط الحدودي، ومن ثم ينكفئوا. ولكن ما حدث كما رأيتم في الصور بأنهم أصروا وتجاوزوا الحدود على الرغم من الرصاص الإسرائيلي. هذا الأمر مدعاة لقلق استراتيجي جديد في إسرائيل، وهو بمعنى أن الأنظمة المحيطة الآن كيف تتصرف مع المد الشعبي، وإمكان أن يطال التوتر الوقع الإسرائيلي بسبب ما يحدث وبسبب لربما الكراهية